كنت مرة عندي حاجة كبيرة جدا في حياتي حصلت، كنت حاسة ان هي ايه، عارفة اللي هو ايه، هتهدها كده رأسا على عقب. اول مرة يعني احس ان ربنا بيكلمني قوي كده لما قريت اخر الآية، والله يعلم وانتم لا تعلمون. حسيت ان كأنه ايه، مش لازم تفهمي اصلا، يعني انت ممكن ما تجيبيهاش، يعني عقلك الصغير المحدود ده ممكن ما يجيبهاش اساسا. فسبحان الله قد ايه حاجات بتحصل في الدنيا الظاهر بتاعها غير الباطن. حصل عندنا لبس في الدنيا لما نحاول ان احنا ايه، عارفه نطابقهم مع البعض. في قصة سيدنا موسى والخضر، السفينة والطفل والجدار، في كل مرة كان سيدنا موسى مش قادر يصبر على الظاهر من الامر، ما شرحلوش مع وقت الابتلاء. هو شرح له لما شاف الثلاث مشاهد وعقله ما رضاش يستحمل من الثلاث مواقف، فقال له طب الاب والام هيدركوا ان الطفل دوت لما يكبر هيبقى مثلا صعب في تربيته وهيبقى عاصي. سيدنا موسى بس اللي عرف، سيدنا موسى بس، الاب والام ما عرفوش. هو اصلا انت مش مدرك تعرف، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انه الانسان طول ما هو ماشي في الحياه محتاج يذكر نفسه بحاجات اساسيه هو اصلا بالفعل عارف، هي مسلمات، بس انا محتاجه افتكرها، انا محتاج كل شويه افتكرها، لان وقت الصدمه، عشان كده يقول لك الصبر عند الصدمه الاولى. والوقت الصدمه احنا بننسى كل المعاني دي. لو انا ما زرعتهاش جوايا من دلوقتي عشان تطرح، وحطيتها كده بالظبط، وحطيتها كتحصين كده ليا عشان وقت الابتلاء ابقى صابر. الظاهر والباطن ده بيفرق جدا في ايامنا دي كمان. لما تيجي تقيسي مظاهر الدنيا مع مين، دكتور محمد راتب النابلسي كان يقول لك ايه، طالما الحاجه ربنا بيديها للي راضي عنهم واللي غضبان عنهم، يبقى مش هي دي مقياس الصح في الدنيا. يبقى مش هي دي مقياس النجاح مع الله سبحانه وتعالى، مش هي دي مقياس محبه الله. ده فلان ده شوف مبسوط ازاي رغم انه لا بيصلي ولا هو. اولا مين قال انه مبسوط؟ ثم يعني لو قلنا اللي هو ده، طب انت ايه معيارك على الانبساط؟ يمكن انت المعيار غلط. طب ولا ده ولا ده، مين قالك انه مبسوط عشان مش بيطيع ربنا؟ ما يمكن مطبق قواعد الدنيا صح. فرعون معاه ايه؟ معاه كل حاجه، معاه فلوس، معاه جنود، معاه سلطه، معاه كل حاجه حرفيا. الناس كانت بتقول عليه ربنا. سيدنا موسى معاه ايه؟ معاه جيش مش جيشه مع ربنا سبحانه وتعالى وكفى، سبحان الله. بس في الاخر بقى مين موسى عند الله؟ سيدنا موسى. ومين فرعون؟ فين موسى عند الله دلوقتي وفين فرعون؟ هي الحسبه لما بتتحسب كده الانسان بيرتاح. فالحته دي انت كنت بتقولي فيها موضوع الفتنه، ازاي ان احنا فعلا بنفتن بالظاهر. ده السوشيال ميديا والحاجات دي. السوشيال ميديا اصلا خلتنا كلنا، اصلا السوشيال ميديا خلت الحياه عموما منفتحه على بعض، والتقليد فيها بقى اعمى. واحده مثلا مشهوره عملت لفه حجاب معينه وشكلها حلو بيها وشايفاها تحفه، فتطلع واحده تقلدها، يعني التقليد يعني عمياني كده. في حين انه الناس في التعليقات مثلا لو حد قال للبنوته دي حجابك مش شرعي، سيبيها، دي حريه شخصيه، تحكمي عليها ليه؟ انت مالك؟ فالناس اللي بتقول دي حريه شخصيه دي اصلا يعني هي نفس الناس اللي ممكن تكون مش هتعمل كده، يعني هي شايفاها ان هي حريه شخصيه، بس انت نفسك متمسكه اصلا بحجابك الشرعي عادي، بس انت بتنظري وخلاص على حد تاني، حاجات اتبنيناها. مفهوم الحريه اصلا عموما احنا خدناه غلط خالص. يعني الناس بقت رابطه الحريه ان انا حتى ما اقولش الحق، او ان انا مثلا ما ينفعش اقول رايي في اي حاجه، رايي خصوصا بقى بين قوسين كده الديني، ما ينفعش مثلا اقول لا ما ينفعش تعملي كده، مش ما ينفعش تعملي كده من باب ان انا داخله انظر او احكم عليكي، بس هي فعلا طريقه الحجاب دي مثلا غلط، فتدخل بقى البنات تقول لا مش ما يصحش تقولي كده. هي بقى نفسها البلوجر علقت قالت ايه؟ كان في فعلا بلوجر قال، يعني حد سالها قال لها انت لفه الحجاب دي ليه؟ قالت ما كله بيعمل كده، انا عارفه. وكمان قالت في اخر حديثها انا عارفه ان هي غلط بس كله بيعمل كده. هي دي الفكره، هي دي الفتنه، ان يعني الغلط او الحرام بقى مستباح زياده عن اللزوم، فشايفين انه عادي ان احنا نعمل كده وبنقلد وخلاص. وكمان الناس اتربطه الشهره والفلوس والحاجات دي كلها بالمتعه، وهي اصلا متعه لحظيه ملهاش اي لازمه خالص، بس الناس ربطها انه شوفي ديت مثلا عامله حجاب عامل ازاي وطالعه بتتصور ازاي وبصي دلوقتي وصلت لايه، فرابطين ده بده. الفتنه هنا بتيجي للانسان لما بيحس انه الحياه ورديه، مع انه برضو لو شاف ما وراء السوشيال ميديا ما وراء الشاشه هيلاقي ان حياتهم صعبه جدا. يعني ممكن تكون البلوجر اللي طالعه بتتكلم وحياتها فعلا باينه ان هي ورديه، حياتها من ورا حاجه تانية خالص، بس الناس بتنبهر، والانبهار ده اصلا في حد ذاته يخلينا للحظه كده ايه، انا عايزه اكون زيها. المشكله مثلا لما اطلع اعمل فيديو وانا بعلن عن حاجه معينه وشكلي حاطه ميك اب معين، لابسه لبس معين، لابسه طرحه معينه عشان اكسب اللي هي بتكسبه ده، في حين ان ممكن تكون البنت اللي هي عامله البلوجر دي اصلا عامله كده لظروف معينه هي خلتها كده،
بس انت عايشه في ظروف حلوه، ليه تقلديها؟ اصلا انت شايفه ظروفها اصلا كانت عامله ازاي. صح. هي دي الفكره، يعني احنا بنتفتن كده. كمان بشوف ان الفتن بقت كتير بسبب الجهر بالمعاصي. يعني اللي بيعمل حاجه معينه بيطلع يقولها عادي جدا. عارفه فكره كلنا بنعمل كده دي دايما 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 افتكرها من ايات ربنا سبحانه وتعالى. دايما يقول لك ايه، دوري على في القران كده على الكثره، هتلاقيها مع الناس الفاسده، الناس اللي رايحه جهنم من الاخر. أيوة. لكن دوري على القله وقليل من عبادي الشكور وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قيسي على كده ايات كتيره جدا في القران. فاحنا في اصلا حاجه، او يعني في علم الاجتماع وعلم النفس وكده، في حاجه مهمه جدا اسمها ايه، اللي هو ثقافه القطيع. اللي هو ايه ثقافه القطيع دي؟ اللي هو يعني هي ليه سموها ثقافه القطيع؟ علشان الراعي وهو بيرعى الغنم هو بيحابي عليهم كده في اماكن معينه، فيخليهم يمشوا في اتجاه كلهم معين، هو لا عارفين ماشيين فين ولا رايحين فين، بس الراعي بيمشيهم. تمام. فسموها ثقافه القطيع من كده. كل القطيع بيعمل حاجه معينه لمجرد ان خروف مثلا مشي كده فكله مشي وراه. هي ده الاسم العلمي، يعني مش شتيمه ولا حاجه. تمام. فاحنا دي حاجه طبيعيه جدا، يسموها العقل الجمعي، ان احنا نمشي عليها. بس هي دي نقطه مهمه جدا في التزكيه. خلي بالك، هو ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر الناس في مكه مش عايزين يؤمنوا. ليه؟ شكل ايه هيبقى قدامهم؟ يعني ايه يقولوا ان انا سبت دين ابائي؟ يعني حتى بعضهم مش فكره مؤمن قوي بالدين، لا خالص، بس هو شكله قدام الناس مهم. شكلك ده هيدخلك النار حضرتك خلود، يعني عادي جدا، بس شكلي قدام الناس. مفيش ادراك حقيقي للمقال بتاع الموضوع. ففعلا احنا الموضوع ده بيسيطر علينا لما ما بنبقاش فاهمين معنى الفلاح كمان. يعني فاكره لما اتكلمنا على الفرق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الذات، انا شايفه ان ده نفس الفرق اللي اتزرع جوانا بسبب كتير من الخطابات اللي بتتكلم عن النجاح، بتتكلمش عن الفلاح. احنا كمؤمنين يعني فكرتنا مش المكسب الدنيوي اصلا. المفروض ان مش يعني ربنا يربينا يا رب كلنا على الفكره دي، انه مش فكره المكسب الدنيوي، المفروض في المكسب الاخروي ايه هو بتاعك. فاحنا لو مش حاطين في دماغنا هو المكسب ده قدام هيبقى عامل ازاي عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان دكتور محمد راتب النابلسي يقول لك ايه، يقول لك هي لو في نعمه بتنقطع بموتك اعرف ان دي مش نعمه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كرمه ان النعمه اللي بجد بتوصلك من الدنيا للاخره. عشان كده يقول لك ايه، مش عارفه الزوجه الصالحه والرجل الصالح مش هيبقوا مع بعض ان شاء الله في الجنه. ليه؟ هم نعمه في الدنيا ونعمه في الاخره. الصحبه الصالحه ربنا سبحانه وتعالى يجيبهم على منابر منه. طب ليه؟ دايما التجميع مع الخير. فاحنا لما بننسى الفرق ما بين النجاح والفلاح بتبتدي تحصل مشكله. عشان كده حتى علم النفس الايجابي وده مؤخرا ايه يعني يعي كده فجأة. هو طبعا يعني علم النفس الايجابي هو يعتبر من العلوم الحديثه، بس هو اصلا بقاله شويه يعني بدأ يدرك انه انجازات الناس عماله تجيب لهم اكتئاب اكتر. فقعد يدرس طب هو يعني الناس جايه لها اكتئاب منين؟ قال لك لان هم بيحددوا حاجات هم شايفين ان هو ده النجاح والسعاده، ولما بيحققوها لا بيوصلوا للنجاح ولا السعاده في وجهه نظرهم. ده حقيقي، مش هو ده اللي انتوا عايزينه. الفرق بين السعاده اللحظيه والسعاده الروحيه. يعني الناس رابطه سعادتها بحاجات مؤقته ودلوقتي وبتجري وراها بس، والسعاده الروحيه هي اللي باقيه اساسا، هي اللي النفس والروح المفروض ترتبط، بتطمئن ليها فتره، مش مجرد ما انت بتعمل فتره طويله. المفروض ترتبط بشيء طبعا كبير جدا زي ربنا، فهو حاجه ثابته جوانا، وكده كده هنبقى سعداء. يعني في لحظات حلوه من حياتك في حياتك بتعملها دي تمام، لكن ما تبقاش هي كل سعادتك قايمه على السعاده اللحظيه. لازم يكون السعاده الروحيه اعلى شويه، بتسعى لها اكتر. دي حقيقة. هو عمل فعلا الفرق بيه، وده اصلا كده كده في ديننا. يعني هي لازم تجيلنا بالطريقه الصعبه، يعني نطبق النظريات فنتعب فيطلع لنا علم جديد يقول لنا ده اللي انتوا كنتوا بتعملوه كان غلط. ما هو ربنا قال لنا اصلا ده في الاذان كل ما نيجي نقولها حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. مالكش نجاح خالص. شوفها كده فين النجاح دي اصلا موجوده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القران؟ انا ما شفتهاش، يعني يمكن ده قله علم مني، بس انا ما شفتهاش. لكن الموجود ايه؟ الفلاح. حتى بعديها احنا ما بنقولش ورا الشيخ هيا على الفلاح، بنقول لا حول ولا قوه الا بالله. دي حاجه كبيره يا رب، انت لا تقدر توفقنا ليها مش احنا. بالظبط. ليه؟ لان الفلاح الحقيقي انك يبقى عندك حاجه في الدنيا ليها اثر في الاخره. لكن انك تشوف حاجه مقطوعه في الدنيا وانت عارف الشخص اللي قصادك ده قد ايه مثلا بيضل الناس. يعني انت يعني الله اعلم ربنا هيختم له بايه، لكن الظاهر دلوقتي بيضل الناس جدا ومليونير ولا مشهور، هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها ايه؟ يعني فرعون ايه اللي اغنى معاه كل اللي معاه ده قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ ما شاء الله حاجه. فدي واحده من اهم الفتن اللي احنا كشباب محتاجين نبقى اوير كده او واعيين جدا جدا بيها. فكره انه
ما تتغرش بالظاهر. الظاهر حاجة والباطن حاجة تانية خالص. عشان كده حتى دي من الخدع اللي بشوفها ان هي تربية من الله لينا على فكرة المسيح الدجال. المسيح الدجال هيبقى معاه نهر، انت شايفاه نار، كل الحاجات اللي مع المسيح الدجال اصلا ظاهرية جدا، ظاهرها حاجة وباطنها حاجة تانية خالص. اصلا تغريكي تماما. يعني اللي مش مؤمن فعلا وعارف بالموضوع هو هينساق وراه ومغمض فعلا عينيه. عشان كده ابتديت ان انا الاحظ الموضوع، ابتديت ادرب عليه نفسي من دلوقتي. خلي بالك الدنيا مش زي ما هي ظاهره. أيوة. الظاهر حاجه والباطن حاجه، عشان لما يجي الواحد يبقى مستعد ليه. عشان انت لو ما ربيتش نفسك من دلوقتي هتبقى من ضمن الناس اللي بيضحك عليها عادي جدا. ايوه فعلا. يعني الستات اللي مش بتربي نفسها مثلا على نقص الذهب او بتحب قوي الذهب والحاجات دي كلها، طب ما هو ده اصلا اللي هيخلي يعني ايه يشد الستات، الذهب والحاجات اللي معاه. هي نقطه ضعف بعدين. ايوه ماسك نقطه ضعف عندهم. فطول ما انا مخلي نقطه الضعف بتاعتي ان انا ما بعرفش اؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره، وهي ركن من اركان الايمان اللي كتير من الامه يعني تشعبوا فيه شعب يعني ضيعت ايمانهم خالص. جبريه وقدريه وتهنا في الحته دي قوي. فقد ايه احنا لو ما امناش قوي بالقدر خيره وشره، وما امناش قوي ان ربنا سبحانه وتعالى الظاهر، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد ايه لو ما عرفناش نعمل الرابطه دي ونبص لربنا بثقه ويقين، في عمرنا ما هنوصل لعلمه، بس يعني يبقى عندنا ثقه في اللي عنده العلم. هي الفكره كمان ان انا اصدق. انا مش مطلوب يعني، ما ينفعش ان انا طول الوقت اطلب من ربنا انه يثبت لي او يديني اشارات. انا لازم اصدق ربنا كده عن يقين. هو ده برضو من معنى العبوديه. انا يا رب مصدقاك على اي وضع. انا مثلا قريت الايه دي فمصدقه اللي مكتوب فيه، قريت الحديث ده مصدقه اللي مكتوب فيه من غير ما ادور كتير ولا ابحث كتير ولا اي حاجه. وده اللي كان عايز يثبته سيدنا الخضر سيدنا موسى، اللي هو انا وريتك انت بس الحكمه، بس احنا هنعلمهم بس هو درس ما هم مش عارفين، بس احنا هنعلمهم حاجه تانية خالص. انت المفروض تصدق. الصراحه هو المعنى دوت تقيل على النفس، انا عارفه ده، والمعنى صعب جدا. بس انا من ساعه ما سمعته قبل كده من احد الدعاة حسيت انه الصراحه انا جوايا بقعد كتير ادور. انا زي شخص فضولي جدا، وبدور كتير ورا الغيب وايه السبب ده وايه مش عارفه ايه، وعايزه اعرف ايه اللي بيحصل في الاخر، ايه اللي بيحصل في القبر والحاجات دي. طب ده حصل كده ليه وكده، من باب مش لقد يعني مش حاجه لها حاجه وحشه عن ربنا سخط او كده، او مش سخط، بس من باب الفضول. بس حسيت فعلا انا ليه بدور كتير، انا مالي، انا ليا حاجات معينه في الدنيا هعملها وماليش دعوه. وزي فكره السعي، انت اسعى مالكش دعوه بالنتيجه. نفس المعنى، دايما النتيجه والغيب والمجهول احنا مالناش دعوه بيهم. احنا لينا اللي في ايدينا واللي احنا المفروض نعمله في الدنيا هو السعي او تحقيق معنى العبوديه، او ان انا اصبر واكون هادي وساكن في الابتلاء. ما وراء الحاجات دي هو مش دوري. والله ربنا كان ليه بقى اكرمني وفهمت تمام. ما اكرمنيش ساعتها وفهمت برضه انا لازم اسلم. ساعات خدي بالك من الابتلاءات اللي بتجيلنا برضه ومن البحث الكتير، لما بنعرف الحكمه بنتضايق اكتر. يعني ساعات في حاجات كتير اعرفها واتضايق، وانا مش عارفاها مش عايزه، يعني ببقى مبسوطه اكتر. مش كل حاجه بعرفها فعلا بتبسطني. في حاجات كتير جدا وانا مش عارفاها ومسلمه ومريحه دماغي كده، خلاص انا موافقه، انا راضيه. يعني يا رب نقدر نحقق المعنى ده. وهي تربيه وتدريب. ما احنا دايما كل مره نقول ايه هي فكره تربيه وتدريب. خلي المعنى عندك وحاول تطبقه وتستدعيه. بالظبط. مره في مره ربنا سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فشويه شويه ربنا انت بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بالظبط. ان شاء الله هنوصل ان شاء الله.